شوفان. تمام، مع كوبايه من الشوفان، كوبايه كبيره اللي هي الحبه الكامله. لو عندك اللي هو المطحون هتبقى ماشي الحال برضو كويس قوي. نقعها مع معلقتين كبار من الهند. نقعيهم بقالهم حوالي 3 ساعات دلوقتي. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم كريستينا من قناة دبري وفري مع كوكي. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الجبنة الصيامي. او مش جبنة، هي حاجة شبيهة للجبنة كده، بس تبقى حلوة قوي، بروتين حلو قوي. طبعا بالصيام بنحتار كل يوم هناكل ايه، نفطر ايه، نتغدى ايه، نتعشى ايه. يمكن الصيام وجبة الغداء بتبقى بتعرفي تنوعي فيها اكتر. لكن الفطار العشاء فول طعمية بطاطس، فقلنا نغير شوية. هنعمل جبنة او شبيه للجبنة صيامي. بطريقة حلوة قوي ونباتية جدا. هتنفع بقى لو هتعمليها للسندوتشات للأطفال يفطروا بيها. هتعمليها في اللانش بوكس، تحط لهم في السندوتشات. معايا المقادير هنا: كوبايه من الشوفان، عليها 3 معالق جوز الهند، نقعيهم في ميه سخنه. بصوا انا بعاير بالكوبايه اللي هي ديت. تمام. كوبايه الشوفان بتاخد كوبايتين ونص ميه سخنه. ولو حسيتي ان انت حطيتيها ونشفت معاكي زودي نص كوبايه كمان. تمام. يعني انا نقعينها بقى لي 3 ساعات وحسيت ان هي نشفت، فزودت لها كمان نص كوبايه ميه. تمام. معايا المكونات برضو. معايا هنا خميره اللي هي البيره، لو انت عندك جافه حطي كيس واحد. ومعايا بصل بودره ورشه من الفلفل الاسود صغيره وشويه من الملح ومعلقتين كبار مليانين نشا. تعالوا مع بعض بقى نشوف هنعمل ايه. انا بس هاخد الخليط ده كله هضربه كويس جدا 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 لغايه ما ينعم خالص. اذا كنت هتضربيه في الفود بروسيسور، هتضربيه في الكبه، تضربيه في الخلاط زي ما متوفر عندك يعني. بس اهم حاجه تنعمين جدا جدا. هضربه وهرجع لكم تاني. بصوا كده يا بنات، انا كده ضربت الشوفان مع جوز الهند والميه في الكبه كويس قوي لغايه ما بقت بالشكل ده كده. برضو زيت اكيد عشان لو فيها لسه لسه حصى او حاجات زي كده. هندخلها بالمصفى عشان لو فيها اي حاجه برضو كلاكيع ما اتضربتش كويس. تتشال يعني في المصفى. وما ترميهاش يعني، ارجعي تاني زوديها بس شويه ميه صغيرين ونقعيها شويه وبعد كده اضربيها تاني. تمام كده. بحيث ان انت ايه تلاقي الجبنه كلها كريمي، ما تلاقيش فيها كلاكيع او حاجات يعني لسه ما اتضربتش كويس. بصوا زي ما بقول لكم اهيت. تمام. عشان كده بقول لك اقل حاجه تنقعيها 4 ساعات في ميه سخنه، عشان خاطر تطرى منك خالص. ولو عندك الشوفان مطحون هيبقى كويس قوي، مش هينجز معاك يعني في الوقت، مش هياخدك الوقت ده كله عشان في النقع يعني. تمام. بصوا يعني الكميه اللي انا سبتها دي كلها ما طلعش منها غير شويه الصغيرين دول. تمام كده. تمام. ايه. تمام، هسيب دي بقى كده على جنب. دي معايا ميه سخنه هدوب فيها الخميره. تمام. بسيبها بس شويه عقبال ما ايه تختمر. هدوبها بس كويس قوي. ممكن برضه احط دي على النار تغلي بس معايا شويه. تمام. واحط تحتها شياطه عشان خاطر متلسعش مني، وعلى اهدى نار خالص.
تمام كده الخميره دابت معايا، هسيبها بس شويه، هسيب بهارات، وبرده هاخد شويه للنشا ادوبهم فيها. حاولي ما تخليش اي كلاكيع فيها. تمام كده. هاخد بقى الخميره وهنزل عليها على الشوفان، وهقلب بس شويه. بصوا القوام بتاعها تقيل، بس لما تزودي كمان النشا هيتقل معاكي اكتر. تمام كده. بحط بقى البهارات اللي هي رشه من الفلفل الاسود، وشويه من البصل البودر، وشويه من الملح. اي بهارات عايزه تحطيها بقى براحتك. تمام. هقلبها بس شويه، كمان هحط معاها زيت زيتون وخل. هحط معاها 4 معالق كبار مليانين خل. تمام. هقلبها بس شويه. واحط 4 معالق كبار من زيت الزيتون. تمام. عايزه بقى تضيفي لها زعتر، حبه البركه، زيتون، برضو حتة زيتون صغيرة خالص تقطعيها خالص، هتبقى حلوة اوي برضو معاكي. اي طعم انت عايزة تحطيه براحتك بقى. تمام. هبتدي بقى اضيف لها النشا اللي انا مدوباها في المية، وهقلبها بقى كويس قوي لغاية ما تتقل معاكي. المضرب ده بس عشان ما تكلكعش معايا. بصوا مجرد ما حطيت النشا ابتدت تتقل معايا. بصوا القوام بتاعها ابتدى يتقل ازاي. هحط برضو معاها شوية صغيرين من الزعتر، هيدوني برضو تيست حلو في الاكل. تمام.
وتقدري تقدري برضه تستبدلي الشوفان بالبرغل. تمام، يعني متوفر عندك سواء شوفان او برغل، ممكن تحطي. برضه هعمل لكم حلقه ان شاء الله عن بالبرغل، بس هو مش موجود عندي دلوقتي. بصوا القوام بتاعها تقل خالص معايا. دلوقتي هطفي عليها بقى. تمام، وهسيبها تستريح خالص عشان بعد كده اقدر ان انا احطها مثلا في برطمانات، برطمانات فاضيه مثلا. لو عندك برطمانات ازاز حطيها فيه يكون احسن برضو. تمام، تبرد بس، وبعد كده اوريكم في الاخر شكلها هيبقى عامل ازاي. وبكده يا بنات الجبنه تكون خلصت بعد ما سبتها بردت خالص وجمدت. طعمها حلو قوي. ان شاء الله تعجبكم، وهو تغيير شويه بقى عشان الصيام يعني. يا رب تكون فكرتي عجبتكم وتتنفذوها، وبتمنى من اللي بيشوفوا القناه اول مره تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.